وطبعا الصفحه كان وشها حلو عليكم. اول ما الصفحه رجعت امام عاشور اخبار رسميه بدات تنزل ان هو مستمر مع النادي الاهلي، والنادي الاهلي رد عليه شفهيا وقال له تمام احنا هنجدد عقدك بالامور الماليه المتناسبه بحد من الكوادر الثقيله في الفريق في النادي الاهلي. وهنبدا بقى نشوف بقى الاخبار الحلوه، والموسم ان شاء الله هيبقى موسم من نار للنادي الاهلي. انا متفائل جدا بالنسبه للموسم ده على فكره. النادي الاهلي الاهلي ستيت صفحه من ضمن الصفحات القويه اللي كانت صوتها مسموع بالنسبه لصوت جمهور النادي الاهلي. ده كان الصوت كان بيوصل كمان لاوضه اللبس. فكان فتره من ضمن الفترات اللي هي كان فتره ركود، وكان فتره الواحد ما كانش حابب يشتغل في الصفحه، لان الصفحه ما كانش فيها يعتبر ريتش، وكان في ما فيش ريكومنديشن ولا كان في اي حاجه، وريبورتات كانت عماله تعمل على الصفحه وكوبرايتس وحاجات كتيره جدا. بس بفضل الله الحمد لله الصفحه رجعت لينا، والفتره الجايه ان شاء الله هيكون في كونتنت مختلف، وهنبدا نتكلم عن كل حاجه. وان شاء الله الفتره الجايه هيكون في اخبار حصريه على صفحه الاهلي ستيت للاهلي فقط. أراك ضحك.